الو. اليوم راح احكيلكم قصة حقيقية صارت بالنمسا، قصة الشايب الأقرط جوزيف فرايت. هذا الشايب الأقرط كان عنده 7 أطفال ومن ضمنهم البنية إليزابيث. المهم كان من صغره يضايقها ويتحرش بيها جنسيا الى حد ما كبرت وقررت تشرد من البيت، وبعدين رجعوها لان ما كانت بالسن القانوني. وقبل عيد ميلادها ال 18 طلب من عندها، قالها نزلي وياي للقبو، انا ابوك ظهري يوجعني الفقرات، عندي غراض بالقبو اريدك تساعديني بيها. ومن نزلت هاي البنيه البريئه انطاها حبوب منوم، احتجزها بالقبو اللي هو صانعه وبيه بابين الكترونيات. احتجزها بالقبو ظل يضرب بيها ويهينها ويغتصبها لمدة 24 سنة لحد ما انجبت له 7 أطفال. ويوم من الأيام تمرضت وكانت بحاجة إلى المستشفى، راحوا للمستشفى وقدرت تبلغ الشرطة عليه وانحكم مؤبد هذا الوحش الكاسر سنة 2008 في أبريل. شباب لهنا وصلنا لنهاية القصة. اكو فيلم كامل اسمه فتاة في القبو، راح اخلي لكم الصورة مالته وراح اخلي لكم الاسم مالته، تابعوه. وانا ما حكيت القصة كاملة حتى ما تحترق عليكم الاحداث. وبنهاية الفيديو احب اقول لك يلا نمشي.